يسأل الأخ: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت؟ ما معناها؟ أكو أنبياء نشروا بالمناشير وقتلوا وصلبوا. الأذية ما شرط أن تكون بدنية، الأذايا النفسية أشد من ضرب الحسام. صبرت، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: صبرت على أمر من حز المدى، حز السكاكين باللحم، على أصعب منها صبرت. كلام تهم النبي صلى الله عليه وآله. إيذاؤه أذيته في أهل بيته بحياته وبعد وفاته وغيره. ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، هذا أمر صحيح. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم عرفنا نفسك، فإنك إن لم تعرفنا نفسك لم نعرف نبيك. اللهم عرفنا رسولك صلواتك عليه وآله، فإنك إن لم تعرفنا رسولك لم نعرف أهل بيته. وإذا ما عرفنا رسولك وأهل بيته ما عرفنا معالم ديننا وبقينا مثل العوام. اللهم صل على محمد وآله وفقهنا في الدين، واجعلنا نتلقى دينك ممن أمرت بالتمسك بهم بعد نبيك كتابك وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعز الإسلام وأهله وانصر المسلمين. اللهم انصرهم على عدوهم نصرا عزيزا يا الله، خاصة الفلسطينيين الذين يعانون يوميا أنواع الاضطهاد. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم صل على محمد وآله وأعلِ ذكر فاطمة الزهراء، وانصر محبيها وشيعتها في العالم يا ربي، وأعزهم بعزك، وارفع ما بهم من مشكلات يا أرحم الراحمين. اللهم وعجل فرج العالم بالموعود من ذريتها الذي قال لها النبي: أبشري يا فاطمة، المهدي من ولدك. اللهم عجل فرج العالم به واجعلنا من أعوانه وأنصاره. والسلام عليكم ورحمة الله.